كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة، يعني خطبها في سن 7 سنوات ودخل بها في سن 9 سنوات. هذا قلنا أمر عادي عرف بين المسلمين، لأن كفار قريش اللي هم يكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام ويتربصوا به ما انتقدوش في هذا الأمر. كما قلنا بلي أبا جهل وأبا لهب يعني كانت عندهم أزواج صغار في السن. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج جويرية وعمرها آنذاك 20 سنة، وهو كان عمره صلى الله عليه وسلم 60 سنة، يعني فرق تاع 40 سنة. لو كان تلاحظوا بين هنا ما كانش اختلاف صغير، هنا ربما فرق تاع كيف 40 سنة، وهنا كذلك 40 سنة. على ما انتقدوش في زواجه بجويرية. كذلك صفية تزوج بها وهي في عمر 17 سنة، صفية بنته، نعم بنت الحارث على ما أعتقد، نعم عمرها 17 سنة، وكان عمره آنذاك صلى الله عليه وسلم 58 سنة. حفصة بنت عمر، شوف الفرق هنا حوالي كيف 41 سنة، كان يكبر النبي عليه الصلاة والسلام ب 41 سنة، يعني أكبر من هؤلاء، ما حبوش يتكلموا عليها. شوف، بالإضافة على أنه حفصة كذلك كان في عمرها هنا 19 سنة، وهو عمره صلى الله عليه وسلم 56 سنة. على من تنتقدوش في هؤلاء انتقدوا في هذا الأمر؟ دوك نعطيكم الإجابة هو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2260 أو أكثر من 2200 حديث. فهمتوا؟ هذه الأحاديث لا تعلمها إلا عائشة. وش كدير عائشة منذ أن توفى النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما؟ كان تعلم الصحابة، صغار الصحابة باش نتفاهموا، صغار الصحابة ومن وراء حجاب، ماشي كما يديرون بعض والتابعين كذلك وتابعي التابعين، إلى أن توفاها الله عز وجل وهي في عمرها 73 سنة. وبالإضافة أنها لم تتزوج. أمهات المؤمنين ما يتزوجوش الصحابة. وكذلك أنه علاش الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أمره باش يتزوج بعائشة؟ عائشة كانت من أكثر البنات ذكاء، حفظت القرآن أو ختمت القرآن في مدة شحال؟ 3 أشهر. فهمتوا؟ هذا همهم هدم الدين. ودوك نزيد نجيكم واحد المعلومة واحدة أخرى دوك يتعجبوا فيها هؤلاء السفهاء.